فاكر إنك لما تقفل بابك عليك وتنعزل عن الناس بتبقى في أمان؟ غلط. أنت كده حبست نفسك في السجن وقطعت عن نفسك الأكسجين بتاع النجاح اللي هو المعلومات. يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحبي الجميل. شد كرسيك وسطنا واطلب قهوتك وركز عشان النهاردة هعلمك ليه لازم تكون اجتماعي. طبعا انت عارفني، أنا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. والنهاردة معادنا مع القانون 18 من قواعد السطوة: لا تبني قلاعا لحماية نفسك، العزلة خطر. القلاع بتبان قوية من بره، بس بتخليك ما تشوفش العدو وهو بيقرب. اسمع حكاية مراد وحسن. مراد كان شكاك، قرر يدير شركته من مكتب مقفول وممنوع حد يدخله. النتيجة؟ الموظفين كرهوه والمنافسين عملوا مؤامرات ضده وهو نايم في العسل لحد ما خسر شركته. حسن بقى كان ابن سوق، بينزل يفطر مع الموظفين ويقعد على القهوة. في يوم سمع طرطشة كلام في الشارع إن في أزمة جاية، فلحق نفسه وباع وكسب ملايين، بينما مراد المعزول خسر كل حاجة. الزتونة: انزل للشارع، اختلط بالناس. الزحمة بتوفر لك غطا وحماية وبتخليك تسمع دبة النملة قبل ما تحصل المصيبة. احفظ الفيديو ده وانزل شوف صحابك وابعته لصاحبك المنطوي وقول له: اخرج للنور يا بطل. اشرب آخر بق في قهوتك واستناني الحلقة الجاية في قانون معرفة المعتوه. سلام يا صاحبي الجميل.